عمليه زي عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده من اشهر العمليات ومن اكتر العمليات اللي بتتعمل في العالم كله، مش بس في مصر ولا في الشرق الاوسط. لو العيان فهمها صح وتعامل معاها صح مستحيل يرجع في الوزن. طب يفهمها صح ازاي؟ من اول مقابله دي في العياده بنشرح له العمليه بالظبط ازاي وطريقتها، ايه الجزء اللي بيستأصل ده فايدته ايه، ازاي هيمشي حياته مش اول سنه بس، سنه واثنين وثلاثه. لما العيان بيتبع هذه المعايير مستحيل يرجع في الوزن. فهو دايما بنشوف ايه، العيان بيسالنا يقول لك انا رجعت في الوزن تاني انا بعد سنتين ثلاثه. طب انت تابعت كويس؟ انت فاهم اصلا طبيعه عمليتك كويس؟ هل انت حد بيتابعك بصفه دوريه ومستمره عشان يقول لك القصه دي؟ في معظم الاحيان بيبقى لا، العيان بيكسر، بيلاقي نفسه يخس كويس، بيكسر يعمل دور المتابعه. لكن زياده الوزن بعد جراحات السمنه ده جزء موجود وجزء واقعي، احنا مش بنقول ده لا، بس اسبابه الاساسيه ايه؟ اول سبب ان التركه بتاعه العمليه اللي احنا بنقول عليها دايما ما تكونش اتعملت صح. ايه التركه بتاعه العمليه دي؟ العمليه مثلا زي التكميم، ان انا استأصل ال 75 و80% من حجم المعده، ما اسيبش المعده المتبقيه زياده، ان انا استأصل قبه المعده، ده جزء مهم جدا، ان انا اشرح للعيان قبل العمليه طبيعه عمليته، ان انا اتابع العيان متابعه حسيسه ومستمره. القصص دي كلها بتخلي العيان يقدر يتعامل مع العمليه كويس. عمليه زي تحويل المسار لازم اعمل الجيب بتاعه بمقاس معين، لازم ما اطولش الجيب قوي، لازم الحته اللي عملها باي باس من الامعاء او اللي عمل لها تجنب الاكل مش هعدي عليها لازم يكون بمقاس معين. التريكات دي جوه اوضه العمليات العيان ما بيعرفهاش، فلازم يكون بتتعمل صح. ده يمنع زياده الوزن. ان انا اتابع العيان بقى متابعه مستمره، العيان ما بيشتكيش من زياده الوزن بعد الخسسان دوت الا بعد سنه ونص سنتين من العمليه.